وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اليوم مولاي محمد بن عبد الكريم الخطابي. وعليكم السلام ورحمة الله. فرحان نكون معكم في هذه اللحظة حتى لو كانت من بعيد. الوطن ما كيتنساش. بغينا نسولك، كنتي قاضي وصحفي ومن بعد وليتي زعيم عسكري، كيفاش بدا هذا الطريق؟ كل شيء بدا ملي شفت بعيني كيفاش الاستعمار كيهين الناس ديالنا وكيسرق الأرض ديالنا. قلت ماشي هكا غادي نسكت. جمعت الرجال ووحدنا القبائل وقلنا ما يمكنش نبقاو ساكتين. معركة أنوار بقات محفورة في التاريخ، كيفاش قدرتوا تربحوا جيش كبير بوسائل بسيطة؟ حنا كنا نعرفوا الجبال وعندنا الإيمان بالقضية ديالنا وعارفين علاش كنقاتلوا، ماشي باش نموتوا ولكن باش نعيشوا أحرار، ولو ما يوقف قدام رجال متحدين وعندهم الحق معاهم. قلتي في واحد النهار أن الاستعمار ما كيفهمش إلا بلغة السلاح، واش مازال كتشوف هذه الجملة صحيحة اليوم؟ الزمن تبدل بصح الفكرة بقات. دابا الاستعمار ولا بطرق أخرى اقتصادية ثقافية فكرية، وخصنا نبقى واعين وما نفرطوش في الهوية ديالنا. عطينا شي كلمة أخيرة للشباب ديال اليوم. تعلموا تاريخكم وكونوا فخورين بأصلكم. المغرب ما تبنيش بالساهل وانتم اللي غادي تكملوا هذه المسيرة. ما تنساوش الحرية ما كتجيش هدية، كتحتاج رجال ونساء عندهم الغيرة والحب لبلادهم. شكرا لك سيدي عبد الكريم الخطابي، الصوت ديالك راه باقي فينا وتاريخك عمره ما غيتنسى. كان معكم صوت من الزمان، نرجع لكم في حلقة أخرى مع شخصية أخرى إن شاء الله.